قولي والله العظيم ما هاجي. والله العظيم ما هاجي. لو انت ممكن تيجي في يوم وتعملي زي اللي هم بتوع النسوين واللي بتوع اللي هم بيطلعوا على التيك توك وعلى الفيسبوك اللي هم بعوذ بالله في بعيد عن الدار، في بعيد عن الدار، اللي هم بيقتلوا جوازهم. ايه يا عم كنت فين يا عم؟ يا عم العيال جعانه يا عم وقاعدين مستنيينك من بدري. طب العيال دي انا ما تحط لهم اكل يا عشان ناكل سوا. انت مالك ومال؟ هناكل سوا. طب انت هتستحملها هتاكلي معايا؟ العيال ما يستحملوش الجوع، ما تاكلهم يا اخي. انت رابطه العيال على ذمتي. طب انت اتاخرت اللي كنت فين؟ كنت فين؟ بتعمل ايه؟ كنت بشوف البلوه سايبني عيانه وكنت بتلف البلوه اللي ورانا. ما هو تعبت مشحطط اهو. ايه انت رحت جبتهم؟ ايوه رحت جبت الشلاعات والتحاليل والسونار. اسمه سونار وتحاليل. 1000 إلا 50. بجد؟ انت عارفه لو طلع ما عنديش حاجه ما هو لا اخرب الا بيتي. قول يا رب ما يبقى عندي حاجه. لا ماليش فيه. تتمنى لي العيا؟ انت مش قايله ان انت تعبانه ورحنا عملنا والدكتور طلب اشعاعات وتحاليل ب 980 جنيه. انت طلع ما عندكيش حاجه ما راح جاب اللي عند امك وحاطط ايده في زورها تقوم طلع منها ال 1000 جنيه. ليه يا اخويا امي ذبحها ايه؟ ما بعرفش اهو. قول يا رب ما يبقى عندي حاجه. امال انا دفعت 1000 الا 20 جنيه في ايه؟ غير 20 جنيه مواصلات. فداكي؟ فداكي. فداكي دي كانت ايام الهيصه والزنبليطه. ما انا لو طلعت عيانه او عندي حاجه هتدفعوا مصاريف تاني علاج بدل ما هيبقوا 1000 هيبقوا 2 و3. ادفع. تدفع 2000 و3 على علاج. ايوه ادفع 2000. عارف ان في تعب وهصرف عليه واعمل عليه، انما يتحسب عليه وادفع 1000 الا 20 جنيه. وقول يا رب ما يبقى او انت فورت كده وروح عليها ال 1020 جنيه. لو طلع ما عندكيش حاجه روح عليها اللي ب 1020 جنيه. ما هو اني لو طلع عندي حاجه لا هتلاقي حد يغسل لك ولا حد يعمل لك اكل ولا اي حاجه في اي حاجه. هغسل واعمل كل حاجه. هتغسل مواعين؟ هغسل واعمل كل حاجه. غسلتها قبل كده يا اخي. طلع ما عندكيش حاجه ال 1000 جنيه يجي. لا والله. ما عرفتش والله. مش انا اللي يتنصب عليا وانا اللي ينضحك عليا. انا ما عرفتش. هجيبوا لك منين ده؟ اسرقوا؟ هتقولي من اي نصيب؟ ماليش فيه. تروحي لامك تجيبي منها هيتخصم من مصروف البيت. يبقى اخصم من مصروف البيت؟ ايوه هخصم من مصروف البيت. كل شهر اخصم 100 جنيه. ايه؟ اقسم 1000 جنيه كل شهر 100 جنيه؟ 250 جنيه على 4 شهور اخصمهم. لا زي ما بقول لك كده. لا انت بتديني غير مصروف شهر عشان تخصم 250. مريض بره عني بنحط العيال عشان ياكلوا وهتشيلهم. طلع عندي بقى بس يبقى انا ما اتنصبش عليا. ايه؟ يبقى انا عملت اشعاعات وتحاليل ب 1000 الا 20 ما اتنصبش عليا كده يبقى قلبي مرتاح. تبقى تعالجني عند دكتور انما يتنصب عليا يا اختي في 1000 الا 20 عشان خاطر يطلع في الاخر ما عندكيش حاجه. تبقى تعالجني بقى عند دكتور كويس مش دكتور ابو 5 جنيه و10 جنيه بتوع الوحده. تروح توديني ايه؟ اللي بيبقوا في الزقازيق دور. يلا عشان ارجع. انت جعان؟ وبعدين الواحد اصلا جعان وهفتان يا مسكين وانا عماله اكل النهارده. ركز معايا. قومي اعملي لي اكل بلا اكل بلا والله هعمل لك اكل النهارده. انت عارف ان انا بقالي اسبوع عيانه وما اكلتش وهفتان. عندك بقى حته اكل النهارده عوضني الاسبوع اللي انا ما اكلتوش. ان شاء الله هاكل رز وفول. رز وطعميه. رز وطعميه؟ هاكل اي حاجه بس ما يتنسبش عليا وهي راح ادفع 1000 الا 20 جنيه وفي الاخر يطلع ما عنديش حاجه. دي بالنسبه لي كبيره قوي من الكبائر. الكبائر ايه؟ انت هتكوع علاج. ماليش فيها عقوع بس ما اتنصبش عليا. ابقى عملت اشعاعات وتحاليل وطلع في حاجه واثبت ان في حاجه. انما ما اثبتش ان في حاجه النهارده الدكتور انا هتعشى واروح ما هسيبك الا لما اخلص عليك. اجي معاك. اتوكل على الله هتلاقي. خلاص انا هدخل اجيب اكل واجي. ايه ده؟ وانت ما سبتش لي اكل؟ سبت لك يابا. ده انا دوبك دخلت المطبخ وجاي. سبت لك اهو. سبت لك نيبك اهو. تعالى. ايه دي؟ تعالى كل المحشي فين؟ المحشي اهو. بعدين انا ما بسالش على الحته دي. كان في حته سمينه كده بتاعت لحمه. حته سمينه اللي كانت تعالى بالمحشي؟ شلتها له كام؟ ب1000 هنا. الله يهنيك. طب والمحشي يعني هو كنت سايب له ال 70 هو انت سايب له ال 70 دول لفرق؟ تعالى كلي. مش هيشبعوني. كلهم احسن ما يبقاش فيه خالص. يا سيد يعني يا دوبك ده ما كملتش دقيقتين. ان شاء الله. الف هنا وصحه. الف هنا وعافيه على بدنهم. ب1000 هنا. لا ياكلوا هم وبلاش انا. بقول المحشي حلو والتاني والشبع الحمد لله.
اللي عايز اقول لك على حاجه، أهو. بس بقى تجاوبيني بامانه. جاوبك بأمانة. قولي والله العظيم ما هاجي. والله العظيم ما هاجي. او انت ممكن تيجي في يوم وتعملي زي اللي هم بتوع النساوين واللي بتوع اللي هم بيطلعوا على التيك توك وعلى الفيسبوك، اللي هم بعوذ بالله فال بعيد عن الدار، في بعيد عن الدار، اللي هم بيقتلوا جوازهم. يا سيد الخيال الواسع بتاعك ده. هم برضه كان خيالهم واسع وكانوا بيقولوا ده خيال واسع، ومين اللي تقتل جوزها دي، وتاني يوم بنلاقي فيه قتل برضه. ليه يعني ده كله؟ يعني هعمل فيك ليه كده؟ يعني عملت ايه؟ طب اعملي حسابك ان الاوضه بتاعت الاطفال مالها؟ هنام فيها لوحدي. لا فيها ايه؟ ايه اللي حصل؟ اصل الفيس والتيك توك مقلوب على واحده قتلت جوزها عشان بينام جنب منها وبيفسي. بايه؟ بيفسي. يا سيدي واحنا كفر مؤمنين بالله. والله العظيم زي ما بكلمك. بعدين انت بتصدق الحوارات دي؟ والله ما حوارات المذاعه مستضافاها، وانت قتلت جوزك ليه؟ قالت اصل عشان بيفسي كتير فانا حبيت اريحه. طب قال لها طب ما كنت قتلت انت نفسك. قالت ما انا حاولت اقتل نفسي واستريح، ما عادش عليا نفسي. كان عليها جوزها وما عادش عليها نفسها. فبعد اذنك قلت للاطفال انا هعمل يا سيد يعني المفتاح يوم حطوا لي من اتجوزتك جوه، بقالنا 5 المفتاح بتاع الاوضه حطوا لي من جوه. بقالنا 5 سنين متجوزين. من ساعة ما اتجوزتك وانت بتنام جنبي وبتطلع اصوات. عملت فيك حاجة؟ انا بطلع اصوات؟ انت نايم. انا بطلع اصوات؟ ايوه. كدابة عليا النعمة، عمري ما طلعت اصوات دي خالص. بسجل لك بقى. النهارده هسجل لك. ولا يوم ما بتبقى واكل المحشي كتير بالليل والقولون بيشتغل عليا يعني بقى بالليل واحنا نايمين. النهارده بالذات هنام في اوضه الاطفال. بكلمك بجد والله العظيم ما يا سيد بطل الهبل يعني خلينا حلوين مع بعض. يعني خيالك علمي، بص خيال واسع. وبعدين يعني مين اللي هيجي؟ هو انا بقدر اذبح فرخه عشان اغزك بسكينه؟ ساعة الغضب انت عارف ان انا بخاف. ساعة الغضب بيعمل بصر. لا انا مؤمنه بالله يا حبيبي. ما اعملش ونعم بالله. ادخل نفسي النار ليه؟ الاحتياط واجب يا بنت الناس. اليوم اللي يكون فيه محشي ولا اليوم اللي يكون فيه اكل كده من اللي هو بيعمل تقلبات، اللي بيعمل حاجات في البطن ده اسمه ايه؟ اللي بيعمل حاجات في البطن. بروح انام في اوضه الاطفال وانا ست بتناموا هنا يا ست. انا بحب انام وسط الناموس والحاجات دي. بص ايه ده، احنا حاطين في كل حته جهاز. طب انا هنام في اوضه الاطفال بعد اذنك. مش دي موضوعنا، موضوع الجهاز مش موضوعنا. انا بعد اذنك هنام في اوضه الاطفال. لما يكون في اكل زي كده الليله دي هنام في اوضه الاطفال. وكده كده بنسهر مع بعض هنا، بنخش الساعه 2 بالليل. ما يغرقتش الساعتين دول. انت عايز اعمل بالظبط. اعمل اللي يريحني وانت تعملي اللي يريحك. انت نفسك